السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد نزال قوي بيجمع ما بين ملاكم مغربي ضد ملاكم يا جماعة إفريقي في مباراة قوية ومباراة شرسة يا جماعة. تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف أحداث المباراة ونشوف الملاكم المغربي ضد الملاكم الإفريقي إيه اللي هيحصل بالظبط. يلا بينا. ادي الفيديو بتاعنا يا جماعه زي ما احنا شايفين، وهنا الملاكم المغربي عبد الحكيم وحيد يا جماعه ضد الملاكم الافريقي اللي احنا طبعا شايفينه. طبعا الملاكم ده من غانا يا جماعه. خلينا نتابع ونشوف هنا ايه اللي هيحصل في المباراه، وايه طبعا اللي هيعمله البطل المغربي. ملاكم وحش، ملاكم عملاق، ملاكم زي ما احنا شايفين عضلات وشكل وستايل. لكن ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف مع بعض. الحكم هنا بيديهم التعليمات ونشوف الملاكم المغربي هيتعامل ازاي. وادي هنا هنخش على الراوند الاول. الملاكم المغربي صاحب الشورت الاسود والافريقي صاحب الشورت الازرق. وادي هنا يا جماعه طبعا الحكم بعد ما قال تعليماته وقال كلماته. خلينا نتابع نشوف هنا المباراه هيتعامل فيها ازاي البطل المغربي مع البطل الافريقي يا جماعه. خلي بالنا مع بعض هنا. هنا بقى بدايه المباراه الحكم بيدي الاوكي، بيدي لجنه التحكيم كل واحد جاهز. يلا ابتدي المباراه. ادي البطل المغربي يا جماعه وادي البطل الافريقي. خش يا عبد الحكيم. ادي بقى خلي بالك عبد الحكيم وحيد هيعمل ايه. الافريقي هنا بيحاول ان هو يسدد لكمات ويسدد ضربات يا جماعه. خلي بالك هيعمل ايه، هيتعامل ازاي. ادي الملاكم المغربي وادي الملاكم الافريقي. خش يا رايق، خش. ادي ضربه وادي الثانيه. الافريقي هنا بيحاول ان هو يسدد لكمات، بيحاول ان هو يهدد البطل المغربي. البطل المغربي هيعمل ايه نشوف. طبعا هنا في رياضه البوكس يا جماعه، في البوكس خلي بالنا. ادي ضرب. تركيز الافريقي هنا بيحاول ان هو يهاجم. تركيز تاني وتركيز تالت. خلي بالك البطل المغربي لسه لحد الان ما قالش كلمته، بيلعب وشه مكشوف، ما بيداريش وشه زي ما احنا شايفين. ادي ضرب تاني وضربه بقى في معده البطل المغربي وقعد على الارض كده يا جدعان. ضربه في معده البطل المغربي والحكم هنا عمال يعد بيقول له يا عم ما تصبر شويه، انت مستعجل على ايه؟ قال له انت ما تمام؟ قال له اه تمام. قال له تعالى لي هنا يا افريقي، تعالى لي. بتضربني انا في معدتي يالا في معدتي يالا. هنا الافريقي بيحاول يسدد له واحده ثانيه، وهنا الافريقي قال لك بس انا كده هكسب المباراه. ده عيل نايطي، ده عيل سيس، عيل ضعيف يعني، عيل مش هيعرف يعني بص كده يصد قدام مني. الافريقي هنا خد الثقه وعمال يمطوح بنفسه كده زي ما احنا شايفين وعضلات. هنا الملاكم المغربي بقى انقض عليه وقال له تعالى يالا انت ما تعرفش يالا ابطال المغرب لما تغضب. بس بصراحه اللي بلوم عليه في الملاكم المغربي ده يا جماعه، لان جبت له مباريات قبل كده انه بيلعب وشه مكشوف. شوف يا جماعه بياخد الضربه في وشه ازاي، بيلعب وشه مكشوف ما بيداريش وشه. يا ابني داري وشك يا عبد الحكيم يا وحيدي. وانت يا ابني ما بتتبسطش الا لما بتتضرب، ما بتسخنش الا لما بتتضرب. ادي عمال يتضرب في وشه مكشوف ازاي. بصراحه ملاكم غريب يا جماعه، بتحس كده ان دماغه في حته تانيه. بيلعب وشه وراسه مكشوفه. شوف راسه مكشوفه، ما بيحميش وشه. هنا فرصه للضربات بقى، والواد الافريقي عمال يضربه شمال يمين زي ما احنا شايفين. انا جبت له مباراه قبل كده مع ملاكم اردني. الملاكم الاردني وقعه 3 مرات في الجوله الاولى. دخل الملاكم المغربي في الجوله الثانيه خلص على الاردني. ازاي ما تعرفش؟ هو ما بيسخنش الا لما بيتضرب. عشان يسخن وعشان يفوق كده لازم تضربه طبعا اول جوله. هو بيحب يتضرب اول جوله. هو ده الملاكم المغربي يا جماعه، بيحب يتضرب اول جوله. خلي بالنا هنا لحد الان الافريقي هو اللي متفوق. خلينا نكمل في النهايه. الافريقي هنا طبعا شوف الملاكم المغربي بيقول له تعالى بقى لسه لحد الان. ادي الافريقي على قد ما بيلعب الافريقي على قد ما خايف من البطل المغربي. طبعا في الجوله الاولى لصالح البطل الافريقي يا جماعه، اسقاط وضربات في الراس وضربات زي ما احنا شايفين وعدد نقاط التفوق لصالح البطل الافريقي. مفيش فيها كلام، معلش ما احنا شايفين قدام مننا. ما انا مش هقول لكم البطل المغربي هو اللي متالق هو اللي بيتضرب. ما خلاص ياما ما تقفلي الشبابيك اللي انت فاتحاها وماشيه قدام. في ايه احنا ما احناش على البلاج ياما، احنا هنا في مباراه والدنيا سخنه مولعه خلقه، مش محتاجه انك تسخنيها اكتر ما هي سخنه. فوق يا افريقي عشان اللي انت عملته مع البطل المغربي مش هيعدي بالساهل. فاهم يالا؟
فاهم يالا؟ اوعى تكون مفكر انك حاطط في بطنك بطيخه صيف وفاكر ان الخصم اللي قدام منك ده خصم سهل. دلك له يا حبيبي، دلك له، دلك له يابا، دلك له. واضح كده على وشه علامات السعاده والانبساط والروقان بالزرع اللي زرعه في راسه. في ايه يا حبيبي؟ فوق كده، فوق كده. او شوف الواد عمال ياخد التعليمات من الواد التايلاندي. عليك انت والتايلاندي هتاخد على دماغك، فاهم يالا؟ بقول لكم ايه، نكمل مع بعض الفيديو احسن. عبد الحكيم يا وحيد، عبد الحكيم يا وحيد، الواد الافريقي وقعك، الواد الافريقي ضربك في اول جوله. يرجع زي ما احنا عارفين وداري وشك شويه يابا، انت بتلعب وشك مكشوف. في ايه؟ في ايه داري وشك شويه؟ انت ما بتتبسط قوي لما بتاخد ضربات في راسك ولا ايه؟ خلي بالنا بقى، نشوف الجوله الثانيه هتعملها، هتعملها وتخلص على الواد الافريقي ده، ولا في الواد الافريقي له راي تاني؟ ادي هنا البطل المغربي داخل مركز وبيضرب ضربات عنيفه. الافريقي هنا كمان بيصطاد برضه، شايفه ان وشه مكشوف على طول. البطل المغربي لازم يخش يركز. خش يا عبد الحكيم يا وحيدي، خش يا عبد الحكيم، خلص الليله، خلص الليله يابا، ما احناش فاضيين للكلام ده. خش يا عبد الحكيم يا وحيد، خش خش. شوف بيمطوح، اضرب اضرب. الافريقي هنا مسكه مسكه بقى من جسمه عشان الحكم يخش يفصل. لسه ما خدناش حقنا. خش يا رايق، خش تاني، خش تاني، ما تسكتش، ما تقفش، خش اضرب، ما تقفش. طبعا زي ما احنا شايفين مباراة قوية ومباراة شرسة، هيتعامل فيها ازاي؟ خش عبد الحكيم تاني. الافريقي لسه لحد الان مسيطر. انا مش شايف ضربة كده تقول ان احنا متفوقين. ايوه كده، ايوه كده، اضرب بقى. بتقف ليه؟ انا بصراحة البطء اللي عند البطل المغربي مضايقني، مضايقني، واكيد مضايقكم انتوا كمان. الافريقي هنا عمال يلوش بيقول لك العيار اللي ما يصيبش يدوش. خش عبد الحكيم يا وحيدي. خد الواد الافريقي ونزلوا مع بعض في حمام السباحه. هنا طبعا الحكم هنا بيحذره، بيمسح طبعا القفاز من العرق زي ما احنا شايفين عشان ما يزحلقش. خلي بالنا، خلي بالك. بتمسحه ليه يا حبيبي؟ هو هيصد كره قدم؟ هو هيصد ضربه جزاء؟ عمال تمسح فين؟ ما كده كده الضربه هتيجي، ما عمالين يضربوا في بعض اهو من ساعتها اهو. يعني انت هتمسح ايه يعني؟ خلي بالنا، كمل شوف. دوس 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 دوس، اضرب اضرب اضرب. هو ده، هو ده. ارجع تاني، اضرب تاني، اضرب 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 بقى. ركز في الضربه، خليها تروح في نص دماغه. اضرب 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 تاني، اضرب تاني، اضرب تاني. هنا الافريقي زي ما احنا شايفين يا جماعه ابتدى ينهار، ابتدى ينهار، ابتدى ينهار، ابتدى ينهار، ابتدى ينهار، وشكله هيقع زي الحمار. خش يا عم الحاج، ما تخلص الليله، خلص الليله، خلص الليله. الافريقي هنا بينسحب زي ما احنا شايفين، وشكله هنا ما قدرش يستحمل لكمات البطل المغربي يا جماعه. الحكم نهى المباراه، قال لك بس انا هنسحب. شكله دايخ، دايخ، هو حاسس بنفسه. خد الضربه من البطل المغربي ودايخ. مش قلت لكم يا جماعه البطل المغربي بيتضرب جوله ويغلب في تاني جوله؟ بصراحه الملاكم ده غريب. انا اول يعني لما شفت الملاكم ده في جوله قلت الملاكم ده ستايل لعبه غريب، بيلعب بدون حمايه، بيلعب كده ودماغه كده بيقول للخصم اضرب زي ما انت عاوز، اضرب زي ما انت عاوز. بس استحملني بقى في الجوله الثانيه، استحملني في الجوله الثانيه وما قدرش يستحمله. الافريقي يا جماعه خد له ضربتين في راسه، رجع لورا وقرر الانسحاب تماما زي ما احنا شايفين. قال لي الحكم خلاص خش ينهي المباراه، انا مش قد البطل المغربي ولا قد لكماته، انا حاسس ان انا بتضرب بدنامير ما بتضربش بلكمات. ادي عبد الحكيم وحيد يا جماعه، ادي عبد الحكيم وحيد اللي المفروض بصراحه يكون اسرع من كده في الضربات، لكن هو بصراحه ملاكم غريب. كل ملاكم من ملاكمين المغرب له ستايل مخصص لنفسه كده يا جماعه، مش كلهم شبه بعض، كل واحد له ستايل. وادي الشبابيك اتفتحت هنا، يعني كان شباك واحد جالنا شباكين. ما خلاص ياما انت وهي، في ايه؟ المباراه خلصت، المباراه خلصت. وعبد الحكيم وحيد قال لا تعالى اما اتصور معاك بقى انت وهي كده، تعالوا كده خدوا صوره مع البطل المغربي، وخدوا صوره وهم مبسوطين وفرحانين كده متفشخرين قوي. طبعا ان هم بيتصوروا مع الاسد المغربي يا جماعه زي ما احنا شايفين كده. بصراحه ابطال المغرب تشرف اي حد يا جدعان، ابطال المغرب اي حد يتشرف بيهم زي ما احنا شفنا كده اللي خلص على البطل الافريقي بالضربه الملتهبه في الجوله الثانيه يا جماعه. هو ده الملاكم. بقول لكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في الملاكم ده، وايه رايكم في المباراه اللي بصراحه فيها ريمونتادا وفيها يعني بص مباراه قويه. طبعا جبت لكم مباراه للملاكم ده يا جماعه نفس الطريقه بالظبط، كان بيلعب ملاكم اردني جسمه كبير وعضلات وجسم وشكل، اتضرب في الجوله الاولى ووقع 3 مرات، اتعدى عليه 3 عدات يا جماعه في الجوله الاولى او عدتين،
اتعدى عليه عدتين في الجوله الاولى. في الجوله الثانيه بقى نزل خلص الليل على طول، نزل خلص الليل على طول. مسك الملاكم الاردني طق 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 طق، خلاه يستسلم قدام منه. الحكم دخل نهى المباراه على طول. يا جماعه نفس الاسلوب ونفس الشكل اللي احنا شفناه في المباراه دي مع الملاكم الاردني، يتضرب اول جوله ويغلب تاني جوله. ملاكم حاجه تانيه. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.